عايز اضخم بس العيب في الميزانيه يا كوتش. بسيطه يا كابتني، الموضوع سهل جدا. اول خرافه احنا محتاجين نكسرها في عالم كمال الاجسام اللي انت محتاج 3 جرام لكل كيلو من جسمك من البروتين. دي خرافه ما حدش محتاجها، حتى الناس اللي بياخدوا ستيرويد وعندهم امتصاص عالي جدا للبروتين مش بياخدوا برضو ال 3 جرام دول. فاول حاجه محتاجين نعرفها اللي انت على الاقل عشان تبني عضلات محتاج جرام واحد بس لكل كيلو من جسمك. اغلب الدراسات بتقول كده، فبالتالي لو انت وزنك 70 كيلو او 80 كيلو فكل الحوار مختصر في 70 جرام او 80 جرام من البروتين، واللي هقول لك تدخلهم ازاي. تاني مشكله لو انت عايز تضخم انك مش بتقدر تاكل كتير، فهنا هتروح الصيدليه وتجيب حاجه اسمها حبوب الخميره. حبوب الخميره رخيصه جدا وفي نفس الوقت هتساعدك ان انت شهيتك تبقى مفتوحه وتدخل عدد وجبات اكتر، لان فكره التضخيم عامه بتكون زياده السعرات الحراريه واللي انت تاكل كارب اكتر، يكون عندك طاقه اكتر تخش تشيل اوزان اكتر. ده بالنسبه للتضخيم. النقطه الثانيه المهمه جدا، ايه العناصر الغذائيه اللي فيها بروتين رخيص عندك؟ اول حاجه يا سيدي عد معايا وهقول لك الكلام ده باللهجه المصريه وانت حاول تترجمه في جوجل. اول حاجه الجبنه القريش الفلاحي، فيها كل 100 جرام فيها تقريبا 11 جرام من البروتين، وساعات ممكن نوصل ل 15 جرام من البروتين، وده كنز في حد ذاته. تاني حاجه البيض، البيضه الواحده فيها 6 جرام من البروتين و4 جرام من الدهون الصحيه، ودي حاجه برده كويسه جدا. تالت حاجه يا سيدي عندك السردين. السردين رخيص جدا وفي نفس الوقت كل 100 جرام فيه 22 جرام بروتين، فده حاجه كويسه جدا. والحاجات دي كلها على فكره تكلفتها مش بتتخطى ال 50 جنيه للكيلو الواحد. جبنه القريش مثلا لو جبتها من مكان جامد جدا هتبقى عامله 120 جنيه الكيلو مثلا، هتقعد عندك 5 ايام ولا حاجه. فالنقطه هنا اللي النظام التدريبي بتاعك برضو لازم يكون نظام فيه راحه كبيره للعضلات وفيه عدد مجاميع قليل، بحيث ان العضلات تقدر تعمل ريكفري احسن، فبالتالي تقدر تعمل ضخامه عضليه. الاكل مش غالي، التمرين مش غالي، ابدا بالتمرين اللي انت تقدر تعمله حاليا بنظام التدريب. مثلا لو انت هتتمرن مره في الاسبوع العضله الواحده مفيش مشكله، المهم ان انت تستمر، لان الضخامه العضليه بتحتاج شهور في التمرين. دي نقطه مهمه لازم تكون اخد بالك منها. ولو سالت اي حد قديم في المجال وفي لعبه كمال الاجسام هيقول لك احنا عملنا الفورمه بالبيض والجبنه القريش، وده الحقيقه فعلا. مش محتاج تاخد سلمون ومش محتاج تاكل لحمه كل يوم عشان تعمل ضخامه عضليه، لكن محتاج يكون عندك منتاليتي راقيه وقوه تحمل اللي انت تقدر تستمر على الاكل ده شهور قدام. في حد كان باعت لي سؤال بيقول لي اللي انا عايز اعمل فورمه سريعه. مع الاسف حتى لو هتاخد منشطات او محسنات للاداء مفيش حاجه سريعه في اللعبه دي. اللعبه دي عايزه واحد داخلها علشان بيحبها ومستمتع بكل لحظه فيها ومستمتع بكل حاجه وبيعملها فيها. واخر حاجه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. كل سنه بجد وانتم طيبين وانتم معايا وانتم مع حبايبكم باذن الله. عايز اخد رايكم في حاجه مهمه جدا. الاسئله اللي انتم شايفينها دلوقتي ده والسؤال اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده ده عندي منه مئات الاسئله، فايه رايكم انزل لكم كل يوم سؤال بنفس الطريقه دي، ولا اجمع لكم كل الاسئله دي في فيديو طويل انزله على قناتي على اليوتيوب؟ ولو انت مش عارف انا عندي قناه على اليوتيوب بنزل لك فيها كل يوم فلوج كامل في كل حاجه انت محتاج تعرفها عن بناء الاجسام. فادخل دلوقتي عندي في البايو، ادخل